ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. سؤال مهم جدا. ليه في ناس ربنا بيستجيب لهم الدعاء بسرعة وناس تانية مهما يدعوا ربنا لا يستجيب لهم دعائهم؟ الفرق ما بين الناس دي والناس دي هي طريقة الدعاء. يعني لازم تشوف انت بتدعي لربنا ازاي. أول حاجة من أهم الأشياء المهمة جدا في الدعاء إن أنت تتذلل إلى الله بالدعاء. يعني تخيل نفسك كده لو رايح تقضي مصلحة عند شخصية مهمة جدا. هتكون بتتعامل ازاي؟ هتكون بتطلب الطلب بتاعك بأدب وبتكون حاسس ان انت يعني بتعمل مقدمات كده علشان تدخل في الطلب بتاعك، وبيكون صوتك هادي وضعيف وكأنك بتترجى الشخص دوت ان هو يقضي لك حاجتك. فما بالك بقى برب العالمين ولله المثل الأعلى. فلازم ان انت لما تيجي تدعي لربنا تتذلل الى الله بالدعاء. وطريقة بقى الدعاء ان انت اول حاجة تثني على الله وتقعد تحمد ربنا بأي طريقة وبأي صيغة انت عايز تقولها. وانا قلت لكم قبل كده ان انت لما تيجي تدعي ربنا مش لازم تقعد تتكلم باللغة العربية الفصحى. اتكلم مع ربنا بالطريقة اللي انت عايز تتكلم بيها، بالعامية بتاعتك، بطريقتك. يا رب انا عارف يا رب الاول انا بشكرك على نعمك وعلى عطاياك وعلى كذا وعلى كذا، ويا رب اعمل لي كذا، يا رب اديني كذا، بالطريقة فيها تذلل وخشوع لله. كمان ممكن ان انت تستنجد بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان انت تقول اللهم اني اسالك بحبك لنبيك وبحب نبيك لك. وتقول وتطلب كمان تدعي ربنا بالصالحين، اللهم اني اسالك بفلان ومنزلته لديك. وانت عارف بقى الانبياء الرسل الصالحين اولياء الله الصالحين كل دول ليهم منزله عند ربنا، فانت بتطلب بمنزله الناس ديت عند ربنا ان ربنا يقضي لك حاجتك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وقال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني لازم تقعد تدعي ربنا وانت في أحسن حالاتك، وانت ما عندكش كرب، ما عندكش هم، ما عندكش مصيبة. عشان كده الدعاء جزء من العبادة. اوعى تغفل عن الدعاء. الدعاء دوت مهم جدا، ما يعديش اليوم من غير ما تدعي ربنا، حتى بصغائر الأمور بأصغر الأشياء. عايز تشتري قميص جديد ادعي ربنا، عايز تشتري فستان جديد ادعي ربنا، عايز تشتري شقة ادعي ربنا، عايز تشتري ملح ادعي ربنا، عايز تشتري اي حاجة. يعني مهما كانت الحاجة دي صغيرة جدا ادعي ربنا في كل شيء. رايح عملك: يا رب وفقني النهاردة في طريقي. ابكي بقى وانت بتدعي، يعني اوصل لحالة الخشوع، خاصة لما بيكون الطلب كبير. اقعد بقى ابكي لربنا واحكي له واشكي له همك، واطلب من ربنا كل طلباتك. في ناس بتلاقيهم كل ما يطلبوا من ربنا حاجة ربنا يستجيب لهم. هم عاملين بيدعوا ربنا بكل حاجة. هم كمان بيقربوا لربنا بالنوافل وبالطاعات، عشان كده ربنا بيحبهم وبيستجيبهم دايما، صوتهم مسموع عند الله سبحانه وتعالى. هم لا يغفلوا عن عبادة الدعاء، هم بيلحوا على الله بالدعاء، وعارفين ان ربنا بيستجيب لهم كل أدعيتهم. وكمان الناس اللي حواليهم بيلاحظوا الموضوع ده، ان هم مثلا ممكن وهم ماشيين يدعوا: يا رب اروح الاقي المحل دوت فاتح يلاقيه، يا رب النهارده ما يجيش فلان ما بيجيش، يا رب النهارده ما يحصلش كذا ما بيحصلش. حاجات بسيطة جدا كل يوم بقى. يعني تخيل بقى ان انت مثلا بتدعي ربنا ب1000 دعوة، وربنا يستجيب لك مثلا منهم 700 دعوة ولا 800 دعوة حتى لو كانت صغيرة. فلكن لا تغفل عن الدعاء، ما تكونش من اللي هم استغنوا عن ربنا وما بيطلبوش منه. فربنا يعني يخليهم بقى دايما كده في حاجة إلى الله، ويخليهم بقى في حاجة إلى الله إن هم بقى يروحوا ويطلبوا من ربنا بس بكرب وبشدة. فأنت دايما ادعي ربنا وأنت في أحسن حالاتك. ادعي ربنا بكل شيء، وعلموا كل الناس اللي بتحبوهم الدعاء. علموهم إزاي إن هم يثنوا على الله، يذكروا الله، يصلوا على النبي. الدعاء اللي مقرون بالصلاة على النبي في بدايته وفي نهايته هو مستجاب. تذلل إلى الله
وانت بتدعي يا رب اثني على الله، اطلب من الله بحبك لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، بحبك لسيدنا موسى مثلا والسر الذي بينك وبينه، بحبك لسيدنا الخضر والسر اللي بينك وبين افضل بقى ادعي بقى، وهات الاولياء وهات الصالحين وهات الانبياء والرسل، وادعي بكل حاجة انت عارف انها ممكن ربنا يستجيب لك بيها. طلع صدقة بنية ان ربنا يستجيب لك الدعاء، قول يا رب انا النهاردة هعمل كذا عشان تستجيب لي دعائي، يا رب يا رب استجيب لي في الحاجة الفلانية، يا رب ادي، وافضل اطلب من ربنا كتير، ربنا كريم وعطاياه لا تنفذ ابدا.